ولد محمود جركس في دمشق عام 1933. 2. بدأ حياته المهنية في المسرح العسكري عام 1958. 3. انضم إلى فرقة المسرح القومي السوري عام 1960. 4. شارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السورية والعربية، من أبرزها مسلسل الخوالي 1999، مسلسل عمر الخيام 2002، مسلسل صقر قريش 2005، مسلسل نساء بلا أجنحة 2008، مسلسل الجمل 2010. 5. توفي محمود جركس في دمشق يوم 10 من مارس 2023 عن عمر ناهز 9 عاما. 6. كان محمود جركس من أبرز الفنانين السوريين، وعرف بأدائه المميز وحضوره القوي على الشاشة. 7. ترك إرثا فنيا كبيرا سيظل خالدا في أذهان جمهوره. 8. كان محمود جركس من الشخصيات المحبوبة في الوسط الفني، وعرف بأخلاقه العالية وطيبته. 9. كان محمود جركس من المدافعين عن القضية الفلسطينية، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التي تتناول القضية الفلسطينية. 10. كان محمود جركس من الداعمين للفن السوري، وعمل على تطوير المسرح السوري وجعله من أهم المسارح العربية. محمود جركس كان فنانا كبيرا ترك بصمة خالدة في الفن السوري والعربي. ولد محمود جركس في دمشق عام 1933. 2. بدأ حياته المهنية في